لو عمرك ما حسيت بتقدير في حياتك هيكون ايه احساسك؟ ده اللي هنعرفه في الرواية الجاية، لاننا هنتكلم عن رواية عظيمة تأليف إرنست هيمنجواي، العجوز والبحر. وفي اخر الحلقة هتكونوا عرفتوا كل حاجة عن الرواية بالمختصر المفيد. هيمنجواي كتبها سنة 1951 في كوبا، واتنشرت بعدها بسنة، وتعتبر من أعظم أعماله بدليل إنها كسبته جايزة نوبل سنة 1954. وهو ذات نفسه قال إن هي بتمثل الحلم اللي كان نفسه يوصل له. بطل الرواية سانتياغو راجل بسيط وبيحب الطبيعة وشاكر على أي حاجة بتجيله حتى لو كانت قليلة. بالمختصر عنده صفات كتير تعمل منه شخصية محبوبة، وده اللي بيخلي أي حد يقرأ الرواية يقعد يتعاطف معاه ويدعي له علشان خاطر ينتصر ويكسب في الاخر. القصه بتحكي عن صياد كوبي فقير اسمه سانتياغو، بقاله 84 يوم معرفش يصطاد بسريايه واحده، وده طبعا خلى الناس تتريق عليه. في بدايه القصه بنشوفه راجع من البحر كل يوم وايده فاضيه، وعشان كده الولد مانولين اللي كان بيتعلم منه اهله بيضغطوا عليه عشان يسيبه ويشتغل بقى مع صيادين تانيين. بس الولد بيروح ليه تاني وبيقول له ان ابوه هو اللي غصب عليه ان هو يعمل كده، لكن هو مؤمن بيه وعايز يرجع يشتغل معاه. فبيروح له ويقعدوا على القهوه والناس كالعاده بتضحك وتتريق، بس مانولين بيشجعه وبيديله طعم جديد للصيد، وبيقول له سانتياغو ان هو المره دي هيغوط ويبعد في البحر اكتر من ما هو متعود. وفي نص الكلام مانولين بيأكد له ان هو اعظم صياد شافه وما ينفعش يستسلم لشويه حظ تعيس او لسخريه الناس منه. ولما سانتياغو بيروح علشان ينام بيحلم حلم بيتكرر، اشبال اسود بتلعب على شط في افريقيا. حلمه بيرجعه لايام شبابه، وتاني يوم بيودع مانولين ويبدا رحلته بعيد عن الشط. في الاول بيصطاد سمكه صغيره فبيسيبها عشان يستخدمها طعم بعدين، وبعد شويه بيحس ان في سمكه ضخمه بتلف حوالين مركبه، وبسرعه بيمسك خيط جديد وبيرميه في البحر، وفعلا السمكه بتاخد الطعم. بس ثواني، تفتكروا حظ سانتياغو هيتغير وهيصطاد سمكه بسهوله كده؟ السمكه طلعت سمكه ميرلين ضخمه اكبر من المركبه اصلا، ومن قوتها بتسحب المركب بعيد في قلب البحر. وبيفضل سانتياغو ماسك الخيط بايده على امل انها تتعب، بس السمكه بتفضل تشد في المركب وبتفضل تعمل كده طول الليل، وبتبعده عن الشط لدرجه انه ما بقاش شايف نور المدينه اصلا. ورغم ان ايده الشمال بتتخدر لكنه مكمل ومش راضي يسيب الخيط، وبايده التانيه بياكل السمكه الصغيره اللي اصطادها، وبيتمنى انه يقدر ياكل المرلين كمان، وبيتمنى ان مارلين كان معاه دلوقتي، وبيدعي ربنا انه لو انتصر على السمكه هيروح يحج للعذراء. وفجأة السمكة بتنط من المية، بيشوفها سانتياغو بالكامل لأول مرة. حجمها خرافي وسيفها طويل شبه مضرب البيسبول. هو عارف إن لو السمكة اكتشفت قوتها هتقطع الخيط، وعشان كده بيقول لنفسه إنه مش هيخليها تحس بده أبدا، وبيفضل ماسك الخيط وبيفتكر لما إيده خلاص هتفك إنه كان مصارع زمان. في الوقت ده في طيارة بتعدي من فوق، فبيتخيل نفسه بيطير فوق البحر. ويجي الليل وسانتياغو بيشوف النجوم زي اصحابه البعاد عنه دلوقتي، وبيقول للسمكه انه بيحبها لكن لازم يقتلها. وفعلا بعد معركه طويله بيطعنها بالحربه وبيموتها وبيربطها على جنب المركب، وبيبدا يرجع للشط. وبعد شويه اول قرش بيقرب منه وبيعض ديل السمكه، وبيقدر سانتياغو يقتله، بس بتضيع حربته في المعركه دي، فبيستخدم مجداف وسكينه وبيعمل منها رمح وبيقتل قرشين تانيين. ولما بيهاجمهم واحد رابع بتضيع السكينه، وقتها بيفكر يستسلم لكن بيفوق بسرعه وبيقول لنفسه الراجل ممكن يتكسر لكن عمره ما يتهزم. فبيكمل القتال وبيضرب القروش بخشب المركب، لكن للاسف القروش بياكلوا معظم السمكه وبيمشوا. وساعتها سانتياغو بيبص في البحر للقروش ويقول دوقوا دم، كانهم قتلوا راجل مش بس اصطادوا سمكه. ولما بيوصل الشط مفيش حد بيبقى مستنيه، فبيسحب الهيكل العظمي بتاع السمكه لوحده. وتاني يوم مانولين بيرجع ليه وبيعرف انهم كانوا بيدوروا عليه، فبيقول له سانتياغو ان القروش غلبوه. وقتها مانولين بيرد عليه ويقول له مش فارق كلام اهله، وانه هيرجع يشتغل معاه حتى مهما كان ايه اللي هيحصل. وعلى الشط الناس بتتجمع علشان تتفرج على الهيكل العظمي بتاع السمكه، وفي منهم اللي بيفتكروه قرش. وفي الاخر رغم انه مجرد هيكل الا ان سانتياغو بيستعيد احترامه وسط الصيادين ويستعد لمغامرته الجايه في البحر. العجوز والبحر في جوهرها بتحكي عن راجل بيصارع ضعفه، ما بيكتشفش قوته الحقيقيه
غير لما يقابل خصم يستاهل. الرواية بتناقش مواضيع زي المعاناة، الصبر، الكبرياء والكرامة والصداقة، القدر، الحظ، الاحترام، وبتناقش أهم حاجة، معركتنا قدام نفسنا اللي محدش بيشوفها، والمعاناة اللي بنمر بيها لوحدنا، الخسائر والهزايم اللي بنعيشها جوانا واللي ممكن ما تكونش شبه النتيجة. كام مرة عديت لوحدك حاجات وخرجت منها ومحدش شاف اللي ورا الصورة بتاعت انتصارك؟ العجوز ممكن يكون انت، والسمكة هي هدفك، والقروش هي العقبات اللي بتقابلك، والمعركة اللي هتوصل بيها لهدفك هتحصل، بس النتيجة ممكن ما تكونش زي ما انت متخيل، ممكن تبقى نص الهدف او جزء منه، لكن في الاخر اللي هتوصل له يستحق كل احترام منك، سواء ليك او للناس اللي مؤمنة بيك، والباقي مش مهم. الرواية جميلة جدا، حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.